طالع عليه ايمانويل عشان يقطع، انما لسه الكوره بره ال 18 عند ايمن حفني. المهاره والشغل ممكن يعمله من هنا، انما قريب محمد بن نوزة ويدي ضربه حره لنادي الزمالك. الشغل بقى اللي احنا طالبينه من ايمن حفني، ازاي هيساعد زمايله في المناطق الهجوميه او يشتغل فردي زي ما كان هيعمل في اللعبه اللي فاتت. ادي الترقيصه اللي خد منها حفني. عبد الملك جول جول جول. هنشوف تاني اللعبه، انما الهدف الاول لنادي الزمالك من ضربه الجزاء اللي حصل عليها ايمن حفني. 10 دقايق على نهايه الشوط الاول تقريبا، تقدم لنادي الزمالك بجول. محاولات يا ولد يا لعيب، توفيق يلا يا توفيق، حلوه حلوه حلوه، جول جول جول. توفيق قال لك بقى انا اروح انا وانا اخلص، وفعلا احمد توفيق يجيب الجون الثاني من مجهود فردي وبهجمه عنتريه. الراجل يقتحم ويسجل الجون الثاني لنادي الزمالك. لسه بنتكلم على اللعيبه اللي بتكمل من وسط ملعبها، ونادي الزمالك عدده قليل قدام. اول ما راح احمد توفيق وما اعتمدوش بقى على تحركات حفني وعبد الملك، جاي الراجل بوشه استلم حلو قوي يا ولد. كلها كرات بتروح على القايم البعيد، مفيش حته بقى في العمق واحد يخلص زي ما عمل حازم امام. هي دي، هو ده العمق، هو ده عبد الملك. جول 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 وشد. انما احمد عيد عبد الملك الجون الثاني ليه وثلاثيه لنادي الزمالك، اللي توقعت في بدايه المباراه من بعد 5 دقائق قلت فريق متواضع فريق رينو سبورت، وقدر لعيبه نادي الزمالك مع الدقيقه الاخيره من احداث الشوط الاول يسجلوا الزمالك بثلاثيه في الشوط الاول. احمد عيد عبد الملك اللي خرج وجاله شد مع الجون الثالث في اخر دقيقه من الشوط الاول، ولعب مكانه باسم مرسي يلعبها على طول. دي زيمانا كوري في منتهى الخطوره، تسديده جامده خطيره، جول جول عند مجانزة ايزاك. مش ممكن نفس اللعبه يمكن عملوها في الشوط الاول وضربوا بيها المناطق الدفاعيه. وادي